الذي يقول أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله وهو يصلي فهو أكذب الكاذبين أو من أكذب الكاذبين، لا تدخل قلبه والعياذ بالله. لو كان يبتغي وجه الله ما ترك الصلاة اللي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وليس في هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأننا نعلم علم اليقين مثل الشمس أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا يمكن أن يترك الصلاة، مستحيلها، لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله فإنه سيقوم بمقتضاها ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من أداء الواجب وترك المحرم. والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم أحل الحلال وحرم الحرام وقام بالفرائض واجتنب النواهي فإن هذا من أهل الجنة، يدخل الجنة ويحرم الله عليه النار. ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبا وجه الله فسيفعل كل شيء يقربه إلى الله من فروض ونوافل، فلا يكون في هذا دليل للكسالى والمهملين. يقول نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله. نقول لو كنتم صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم. اللهم لا تدخلوا قلبه والعياذ بالله فهو أكذب الكاذبين.